السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بعد غياب بقصة جديدة وانترو جديد. لا تنسون تحطون لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا لنا رأيكم بالانترو الجديد نجاوب بالتعليقات. قصة أشباح الطريق 56. تدور أحداث القصة حول أسرة مكونة من 5 أفراد: الأب والأم وأبنائهم جاك وسام ودورا. الابن الأكبر وهو جاك يبلغ من العمر 19 سنة، تليه شقيقته دورا وتبلغ من العمر 15 سنة. أما الأخ الأصغر فهو سام الذي يبلغ من العمر 9 سنوات. كانت تعيش هذه العائلة حياة هادئة وجميلة في شوارع نيويورك المزدحمة. اعتادت هذه العائلة أن تذهب في رحلات تخييم في أماكن متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية كل عام. كان الأب محب كثيرا للسفر والاستكشاف. في ذلك العام قررت العائلة أن تذهب في رحلة تخييم بالقرب من طريق يسمى طريق 56. بالفعل تجهزت الأسرة وانطلقوا في رحلتهم إلى الطريق 56. مر اليوم الأول بسلام، بحيث كانت الغابة جميلة للغاية، وكان المنظر في الليل جميل جدا لأنهم كانوا يستلقوا وينظروا إلى النجوم وهي مضيئة. كانت الطبيعة جذابة للغاية في تلك الفترة من العام، فهو فصل الربيع. في اليوم الثاني قررت الأسرة أن تسير في أعماق الغابة ليستكشفوا ما في داخلها. وفي الصباح تناولوا وجبة الإفطار وانطلقوا في سيرهم في أعماق الغابة. كانت الخطة أن تسير الأسرة لمدة 6 ساعات فقط، ويعودوا إلى موقعهم الأصلي قبل غروب الشمس. بدأت الرحلة، والتي كانت في بدايتها مذهلة وآسرة للقلوب. بسبب جمال الغابة لم ينتبه أحد على الوقت، وظنوا أنهم قريبين من نقطة العودة، حتى أصيبت الأم إصابة بالغة عندما تعرقلت وسقطت أرضا. كان الليل قد اقترب بالفعل. في الليل حتى وإن كانت الغابة جميلة للغاية، فهي في الليل تكون خطرة للغاية. بسبب إصابة الأم لم تتمكن الأسرة من العودة سريعا. اضطر الأب للبحث عن مكان للمكوث به لساعات. من بعيد لاحظت دورا منزلا مضيئا في وسط الغابة. قالت دورا: انظر يا أبي، هنالك منزل مضيء. على الرغم من أن الأب لم يكن موافقا لفكرة المكوث عند أناس غرباء، إلا أنه لم يكن يملك خيار آخر. اتجهت الأسرة إلى المنزل، وبدأ جاك بطرق الباب. لمدة ثواني لم يجب أي أحد، ولكن بعدها انفتح الباب من تلقاء نفسه. دخلت الأسرة وبدأت تبحث عن أي شخص داخل المنزل، ولكن لم يكن في المنزل أحد. كان يبدو المنزل مرتبا ونظيفا للغاية، حتى كانت بعض الغرف في المنزل مضيئة. ولكن يبقى السؤال: أين الجميع؟ بينما كانت الأسرة تستكشف المنزل، لاحظوا غياب ابنتهم دورا. بدلا من استكشاف المنزل، بدأ الجميع يبحث عن دورا. قام الأب بوضع زوجته على الأريكة في منتصف المنزل. تفرقت الأسرة للبحث. كل من جاك وسام ذهبوا للطابق الأول، أما الأب فقرر البحث عن ابنته في خارج المنزل. بينما كان الأب يبحث في الخارج، لاحظ بابا في الحائط. هذا الباب بدا وكأنه مفتوح. قرر الأب إلقاء نظرة عن قرب. ما أن اقترب الأب من الباب حتى خرجت من الباب يد كبيرة مليئة بالدماء، وبدأت بسحب الأب نحو الداخل. لم يتمكن الأب حتى من الصراخ بصوت مرتفع. اختفى الأب بظروف غامضة. بالنسبة لجاك وسام كان البحث شاقا قليلا، فالطابق الأول مليء بالغرف.
كان سام خائفا جدا عكس جاك. جاك كان يتسم بالشجاعة. فجأة سمعا صوت الأم وهي تصرخ بصوت مرتفع. على الفور اتجه جاك وسام إلى منتصف المنزل، فكانت الصدمة كبيرة. الأم مشطورة إلى نصفين والدم يملأ أنحاء المكان. بدأ جاك يصرخ بصوت مرتفع: أمي أمي. أما سام بدأ يركض خارج المنزل بصورة هستيرية. وجاك قرر أن يبحث عن والده خارج المنزل. لم يعثر جاك على أي شخص من أفراد أسرته. أما سام كان كل ما يفكر به هو الابتعاد عن المنزل. كان يركض معتقدا أن جاك خلفه. بدأت الشمس تشرق، فقرر جاك الذهاب إلى مركز الشرطة. بينما كان جاك في طريقه إلى مركز الشرطة، رأى رقبة سام وهي معلقة على إحدى الأشجار. أصيب جاك بحالة من الصدمة ولم يدري ماذا يفعل. لم يكن أمامه سوى إكمال طريقه إلى مركز الشرطة. وصل جاك إلى قسم الشرطة، لم تتأخر وأرسلوا معه عددا من الضباط. كان الغريب في الأمر عندما وصلوا إلى المكان الذي فيه المنزل لم يجدوا أي منزل. ظنت الشرطة أن جاك من هول ما رآه لم يتذكر موقع المنزل. استمر البحث عن المنزل لمدة ساعات وبدون أي جدوى. بدأ جاك بسؤال نفسه: أين المنزل؟ بل أين أسرتي؟ أصيب جاك بحالة نفسية وتم إرساله إلى إحدى المصحات. ومنعت الشرطة أي شخص من الاقتراب من الغابة التي تقع بالقرب من الطريق 56. وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم. آخر شيء أحب أعزي أهلنا في فلسطين، والله يرحم شهدائكم الأحرار، وأشوفكم على خير بقصة جديدة. مع السلامة. كافي، أظن ما حكيت نكتة. في ذلك العام قررت العائلة أن تذهب في رحلة تخييم بالقرب من طريق يسمى طريق 56. والله عندنا رقم 56 يعني نصب واحتيال، ما له علاقة، يعني هم حاطين هذا الرقم. وانطلقوا في سيرهم في أعماق الغابة، راحوا على منيتهم. بدأ جاك بسؤال نفسه: أين المنزل؟ بل أين أسرتي؟ بلعهم الواوي